صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم الأحباب، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بالصحة والعافية، كبيركم وصغيركم. اليوم نكملوا حلويات العيد. عندي حلوى جافة بزاف بسيطة في المكونات تاعها وفي الخدمة تاعها. تمتم تخدموها أعزائي المشاهدين نساء ورجال، إن شاء الله تكملوا الفيديو للآخر. نبدأ على بركة الله بالمكونات. بسم الله. مقادير هما مغرفة كبيرة تاع مارغرين، ونضيفو مغرفة كبيرة تاع سكر كلاصي نكهها وتانيك باش ندلها طراوة، زوج مغارف تاع ياغورت فانيليا، دي رشة تاع الملح، وخميرة تاع الحلوى نص باكي، والفرينة باش نلمها. نحط لكم المكونات وفي نفس الوقت نمد لكم مكونات لكمية كبيرة. اللي تحبوا تستعملوا بالباتور نورمال استعملوه. المقادير اللي كبيرة 250 غرام تاع زبدة أو مارغرين، كاس تاع الزيت، وزوج بواطات ونصف تاع الياغورت، وباكي ونصف تاع الخمارة، ورشة ملح، وديري فرينة حتى وين تتلم. ما حطيت زبدة وسكر كلاصي ورشة الملح، لازم نخلط بإصبعتية برك باش تجي القوام تاعها هشيش. بعد ما خلطت الزبدة والسكر الكلاصي حتى ونرجعوا قوام كريمي، عفوا، نزيدلو زوج مغارف تاع الياغورت، واللي يحب يزيد على الكمية هادية يزيد برك شوية، نقولوا نص مغرفة، ما يزيدش عليها. هنايا انا نكمل في التخلاط تاع الزبدة، من بعد ندوز ندير لها الفرينة. الفرينة هنايا نديرها حتى تتجانس مع الكميات تاوعي كامل تاع المكونات الاولى، وبالطبع ندير لاليفور ديالي باش تجي الحلوى تاعك منفخه وتكون القوام تاعها بزاف خفيف وهشيش. نوريكم برك القوام هكذا تجي. دوكا انا نغطيها خليها تستريح شويه برك، ومن بعد ديك نعاودو نرجعو. راح نستعمل الحشو بجوز الهند، اي مكسرات حبيتوها تستعملوها في هذا الكاطو. الكميه اللي انا حنديرها ما نحمصش نواه الكوكو تاعي، بصح نتوما كي تكون كميه كبيره لازم يتحمص نواه الكوكو باش يجي نكهه بزاف بنينه. وكي تحمصوه ما ديروش نار قويه، لازم يكون على نار قليله. وهنايا جوز الهند ما رحيتوش، شوفوا القوام تاعو خليته هو. نجوزو المقادير نتاع نواه كوكو في هذه الكميه. درت زوج مغارف كبار تاع نواه كوكو، ومن بعد نبدا نحط المعجون مربى المشمش او اي نكهه اللي تحبوها نتوما. ما تخلطوا نواه كوكو مع المعجون مليح باش هكا يتشربوا كامل، ولا خصو نزيدلو المعجون. دوكايا نمد لكم مقادير تاع الكميه الكبيره تاع 250 غرام زبده. الحشو يكون 3 كيلات جوز الهند او نواه كوكو يكون محمص. نقدر تاع المربى ما نقدرش نمده لكم، لاخاطش لهنايا لازم حتى وين تتلم العقده تاعكم ما تكونش بزاف جاريه وما تكونش يابسه، خلوها في النص هكذايا باش تقدروا تلموا تحشوا الحلوى تاعكم، تجيكم بومبي وما تجيش هابطه.
القوام تاع العقدة تاعي هذه هي، تجي بهذا الشكل، نحطها على جنب مع العجينة، ما بين الدوزان تاعي، ونوجد طابلة نحل فيها الحلوى، نبداو نشكلو الحلوى ان شاء الله. نديرو شويه فرينه باش ما تلصقناش في الطاوله، ونحلوها، ما تحلوهاش خشينه، ما رقيقه، يعني 1 سنتيمتر ولا هكايا. بسم الله. تكثروش الفرينه باش ما تجيكمش يابسه. انا قسمتها على دويرات، 3 دويرات، 3 لي بول هكذا. والشكل اللي حبيتو ديروه، تحبوا ديروه مدور، انا درتو كيما راكم تشوفوا هادوما، درتو هكذايا، وانتوما والشكل اللي تحبوا ديروه. بسم الله. وتطبعوا بالطبع، تحبوا يكونوا كبار، تحبوا ديروهم صغار كيما حبيتو. انا درتهم متوسطين، ماشي كبار ماشي صغار. وهذه نخليها على جنب، ونعاود نرجع نخدم بالاولانيه اللي خدمتها من الاول، ونبدا ندير الحشو تاعي. والحشو هذا ما لازمش يكون ديروه كيف كيما انايا، ولا ما عندكمش مكسرات وما عندكم والو، غير بالمعجون تقدروا ديروا هذه الحلوى. هذا لهنايا هكذا، هذا نجيبو لهنايا، ونبدا نضغط لهنايا، نعبس كامل باش تغلق ليه الحبه، ما يخرج ليش الحشو. هكذا سهله العمليه، سهله ماشي واعره. ونجيب الجريبره تاعي، نغمسها شويه في الفرينه باش ما تلصقليش في العجينه، ونجوز عليها باش تغلق لي مليح، ونحي هادوما. وهذا هو الشكل سهل. والسنيوه راني دهنتها بالزيت، ماشي بزاف، شويه برك باش ما تلصقليش الحلوى. هذا ما كان. ولا عندك نتوما بابي تاع الزبده ديروه. انا نوري لكم الطريقه القديمه اللي ما كان عندهم ني بابي تاع الزبده ني والو، وكاين تاني ناس مازال ما عندهمش، ان شاء الله ربي يفرج عليهم. نورو لهم علاش ماشي لازم يكون عندهم كل المستلزمات باش يديروا الكاطو تاعهم. هكذا عمليه بزاف سهله، ما طلب حتى وقت. هكذا انا دوكا نكمل كاع الكاطو تاعي، ومن بعد ندخلو داخل الكوشه، تحمر من تحت، ما لازمش تحمر بزاف، تكون عاديه، ومن فوقها تاني تكون ذهبيه. مباشره غير نخرجهم، نحيهم من السنيوه، وتشوفوا واش نديرو لهم ان شاء الله التزيين تاعهم. بديت نسكر، هذا هو الشكل الاخير تاعهم بعد ما حمروا. هما سخونين واني بديت نسكر فيهم، ما يتسكروش بزاف، ماشي كيما نقولوا حلوه شارك العريان ولا كيكات مسكرين، ولا شويه برك. ودرت هذا الشكل طويل، ودرت كيما هادوك، كيما نقولوا حنايا شوارب، كيشقوا شوارب مناعي. زمان كانوا يديروه هكذايا ويقولوا له شوارب مناعي. هكذا دوكا انا كملت الكاطو تاعي، كملته ودرت له سكر كلاصي تاعو، ان شاء الله تشوفوه في طبق التقديم. اليوم درت معاكم كاطو بزاف ساهل، ومكونات كما شفتوهم
بسيطين بالبزاف، ما يكلفوش حاجة كبيرة. هكذايا نفرحوا أهلنا وضياف تاعنا. كانت الحلوة تاعنا الليلات بالنوا كوكو بالمعجون، وفي الاخير كما شفتوا درت لهم سكر كلاصي. برك هذا هو التزيين تاعو والنكهه واللي حبيتوها نتوما ديروها. هو الشكل تاعو بخاص كيما البوس ولا تمسو، لكن الذوق تاعو ماشي كيف كيف. جربوها ما تندموش عليها، بزاف بنينه واقتصاديه في نفس الوقت. ندوزو لهنايا نقطعو معكم حبه. بسم الله باش تشوفوها من الداخل. هذا هو الشكل من الداخل. وجات بزاف بنينه، ذاقوها الدراري قالوا لي بنينه. شاهدكم في الجنه، ان شاء الله تجربوها وتدعوا لي بالخير، ونقول لكم صحه رمضانكم وصحه صيامكم وصحه فطوركم. فرصه اخرى مشاهده كامله ان شاء الله للفيديو تاعي. في امان الله وحفظه. سلام.